بص يا باشا، الشرع لما حط حدود ما بين الست والراجل ما حطش حدود ديت عشان هو قصده بيها اللي هو حفظ الفروج، بس الهدف منه كمان كان حفظ النفوس. لما تقعد في الشغل بتاعك 8 ساعات او 9 ساعات مع زميلتك تخلص فيهم كل الكلام اللي في الدنيا، فترجع البيت صامت مش طايق حد يكلمك. لو بتتخيلي ان ايمن زميلك لو كان اتجوزك كان زرعلك الشقة بتاعتك ورد، تبقي هبلة. تفتكري ما زرعش ليه لمراته؟ تفتكر كانوا زارعين برتقان يعني مثلا؟ لما شيماء زميلتك في الشغل تقولك لو انت كنت جوزي كنت فطرتك 5 مرات في اليوم، وهي جوزها من اساسه معلقله محاية جفاف من الجوع ومن قلة الاكل. لما يقولك انا شايف حزن في عينك، وعين مراته ورمة من اخر حلقة هو اداها لها، وهي بتحللك مشكلتك مع مراتك بتقولك ازاي مراتك دي كده، ده الست المفروض تحتوي جوزها، وهي وجوزها من اساسه كل يوم خميس في محكمة الاسرة مبهدلين بعض هناك. يا جماعة من الاخر دي فتنة ان كل طرف يظهر للتاني احلى ما فيه، فينكد عليه فيغضب من رزقه ومن شريك حياته. الانسان اصله ضعيف طبيعة، وانت بتقضي يومك كله بره، فحاول تحافظ على نفسك. لو مش محافظ على نفسك ولا على قلبك ممكن تقع. خيركم لأهله، بس الأهل بيته للي بيشوفوا كل الوحش اللي جواه وصابرين عليك.